ازيكم؟ النهارده انا هتكلم عن حادثتين مؤسفتين جدا حصلوا الاسبوع اللي فات ومن يومين. الاسبوع اللي فات في شاب كان في فرنسا عنده 17 سنة، جزائري معاه الجنسية الفرنسية، بيسوق عربيته بدون رخصة قيادة. وقفته لجنة شرطة بيفحصوا الأوراق بتاعته، الولد جري منهم. اتنين ضباط الشرطة ضربوه بالنار، الولد مات في الحال. اندلعت مظاهرات عنف في كل أنحاء فرنسا. خرج الجزائريين لأن الولد من أصول جزائرية وتعاطف معهم الفرنسويين بيعبروا عن غضبهم، وعملوا أعمال عنف شهدت تخريب وتكسير وحرائق. موضوع زي ده، جريمة زي دي، ما تناولهاش أسامة جويش أحد أقطاب الإعلام الإرهابي لجماعة الإخوان المحظورة. على الصعيد المقابل من يومين حصلت حادثة وجريمة بشعة جدا. طفل بيلعب في مدينتي بالسكوتر بتاعه، خدش عربية، راح قال لباباه ومامته، راحوا يدوروا على صاحب العربية علشان يعتذروا له ويتحملوا مصاريف الإصلاح. صاحب العربية اتصرف بتصرف غريب جدا جدا، تصرف ما فيهوش أي آدمية. خد عربيته ودهس الأسرة، موت الأم وأصاب أولادها. يعني جريمة بشعة، يعني يستحق عنها عقوبة تصل للإعدام. المتهم سلم نفسه واتضح انه هو ضابط جيش. والحقيقة عجبني جدا سرعة صدور بيان المتحدث العسكري، وان هم ادانوا الجريمة وتحول المتهم للقضاء العسكري، ان مفيش حد فوق القانون. ودي شيمة المؤسسة العسكرية اللي بنشهد لها بالولاء والانتماء للشعب المصري وللدولة المصرية. لكن الشيء الغريب ان أسامة جويش خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا بيركز على الجريمة دي، بينتقدها، بيهاجم النظام المصري، بيهاجم المؤسسة العسكرية، وكأنه عايز يثير الشعب المصري على الجيش المصري. يا أسامة يا جويش، يا مطرود، يا خاين لبلدك. الجيش المصري جيش شريف، درع الوطن، مش هيتستر على واحد أخطأ. القضاء العسكري هيقتص للضحية وهيجيب حقها وهياخد عقابه، لأن احنا في دولة قانون. أسامة جويش، انت مش هتقدر توقع الدولة المصرية، لا انت ولا محمد ناصر ولا معتز مطر والاشكال الضالة اللي زيكم. الشعب المصري شعب واعي، وان شاء الله هيحافظ على بلده، وان شاء الله المتهم هياخد جزاؤه وهينال عقابه على الجريمة البشعة اللي ارتكبها.